او وسام ابو علي او زيزو او امام عاشور، هو كده عايز يهد الفريق. ما ينفعش انا يعني ابيع احسن لعيبه في مصر واللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي واقول لك عشان النادي الاهلي يحل مشاكله، زي محمد عميره امبارح طالع يقول لك كده مع مهيب، يقول لك النادي الاهلي لازم يبيع. يبيع مين؟ يبيع مين؟ انت بتفهم؟ ابيع مين؟ ابيع ناس يعتبروا هم الفريق، دول احسن لعيبه يا ابني في مصر. ابيع مين يا ابني؟ يقول لك ايه انت وسام ابو علي ليه ما بعتوش للريان؟ ما جالك فيه 7 مليون دولار ولا 8 مليون دولار؟ لا النادي الاهلي عايز 10 مليون دولار مش عايز 7 ولا 8. ده كمان العرض كان مقدومه للريان بيقول لك انا هدفع 5 مليون دولار واقسط 3 مليون دولار ومش عارف هعمل ايه. مفيش جديه، مفيش جديه. ما لو في جديه كان الاهلي باعه وكان جاب مثلا يوسف سيليتش ولا جاب اسامه فيصل. اسامه فيصل البنك الاهلي لو ادينا له فيه 70 مليون جنيه هيسيبه. اسامه فيصل مش وحش بس برضه مش احسن من اسامه ابو علي، واسامه ابو علي كلنا بنحبه. هو النادي الاهلي هيعدل العقد بتاع اسامه ابو علي. هي وسام طلباتك ايه؟ ويحاول يقرب المسافات وبرضه يبقى في ترضيه لاسامه ابو علي. امام عاشور حصل معاه نفس الكلام وتم تعديل عقد امام عاشور. الشناوي برضه عدلنا عقده 75 مليون. الشناوي يعتبر بالفئه ايه؟ كلاس. فالناس اللي عايزه يقول لك لازم تمشي زيزو امشي زيزو، لسه شاري زيزو عشان امشيه. يقول لك يا عم طلعها قرا. يا عم احنا مش بندور على الفلوس. النادي الاهلي يا ابني مش مبدأه الفلوس. النادي الاهلي بيعمل حاجه اسمها فريق ياخد بطولات يفرح الجماهير. فريق بطولات يفرح الجماهير. لو على الفلوس والمكسب كده كده شركات الكوره اللي في النادي الاهلي بتحقق مليارات. فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها؟ فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها؟ روحوا دوروا على الفلوس بعيد عننا. روحوا دوروا على الفلوس بعيد عننا. احنا يا حبيب قلبي بنعمل فريق عشان ناخد بيه بطولات. النادي الاهلي بعد كده اتفرج عليه اي بطوله يخشها ياخدها. فلوس ايه يا حبيبي؟ فلوس ايه؟ روحوا انتوا دوروا على الفلوس. احمد ديودار اللي طلع يتكلم امبارح ويقول لك انا هروح اتعلم فن الاداره عشان خاطر النادي الاهلي ما فيهوش اداره. تعالى يا احمد يا ديودار، انت يا ابني واخد فلوس من النادي الاهلي في صفقه ما تمتش، وكان النادي الاهلي يعني مش عارف ازاي كان عايز يجيبك واداك فلوس مقدم منحه تعاقد، وبعد كده الناس في النادي الاهلي ما وافقتش ولا الجماهير وافقوا.